وازيكم عاملين ايه؟ اخباركم يا جماعه؟ والنهارده في شعر مجاني هناخده من اللعبه دي، من لعبه لايف توبيا. انتوا هوريكم الطريقه بالظبط، بس انتوا خلوا بالكم معايا وركزوا معايا لان الطريقه شويه كده فيها حاجات كده. بس اهم حاجه تاخدوا بالكم من اللي هقوله بالظبط. فيلا بقى لايكاتكم الجميله واشتراكاتكم الرائعه، هم تمشوا في الطريق اللي انا ماشيه ده بالظبط كده لغايه ما توصلوا للمكان ده، عشان خاطر هنشوف هنعمل ايه بعد كده. احنا هو طبعا بيدينا 15 زي ما تشوفوا العلامه اللي هي الصفرة دي. تمام. انت لما تروح هنا اوعى تعمل ابجريد. هو طبعا انت هتشوف الشعر هيقولك عشان تجيب الشعر اعمل ابجريد. اوعى تعمل ابجريد لانك هتخسر كل التيكت اللي معاك اللي هي الصفرة دي ضروري تبقى معاك. فطبعا انت بتدوس هنا ناحيه الاوبن كرييت شوب، بتنزل تحت هتلاقي الشعر مش مفتوح ولازم تعمل له ابجريد عشان تفتحه. تمام. هتدوس على الابجريد هيقولك انا عايز 15 تيكت. وطبعا انت التيكت دي بتحتاجها في انك تفتح الالعاب التانية. هنشوف هنفتح الالعاب التانية ازاي وهنعملها دلوقتي. انا عملت ابجريد لان انا لعبت وكان معايا 4 زيادة. تمام. فانت بتروح هنا بتاخد منه من عن طريقه هو البلاي جيم. البلاي بتاخد منك 1 تيكت. كل لعبه بتاخد منك 1 تيكت. كل لعبه ليها طريقه. اللعبه الاولى دي بيطلب منك طلبات، واللعبه التانية بتتسلق بس ما تاخدش اي مجوهرات. واللعبه التالتة دي اوبي. تمام. والاوبي ده بصراحه هو اهم حاجه، وما تحاولش تضيع فلوس الاوبي بصراحه يعني. اول حاجه انا خدت الاوبي لان الاوبي ده حلو، وكمان بيديك 10 تيكت. يعني بيديك 10 تيكت، دي كويسه جدا لان انت محتاج تعمل مرتين ابجريد يعني. تمام. انت محتاج تعمل مرتين ابجريد عشان تقدر تاخد الشعر ده. وكمان بعد ما تعمل الابجريد احنا دلوقتي هنخلص الاوبي ده. الاوبي ده مهم جدا، فانت ما تحاولش تضيع فلوسه اول ما يعني انت تلعب مره واحده بس الاوبي، عشان انت هتحتاجه بعد كده يعني تلعب مره واحده الاوبي. فما انصحكمش كمان يا جماعه بلعبه الاسئله، لان لعبه الاسئله صعبه شويه. محتاجه ان انت تبقى عارف حاجات عن الفيزا كارد او حاجات الفيزا. طبعا شايفين الاوبي صعب ازاي. طبعا السلم ده لازم تبقى تاخد ناحيه جنب شمال وجنب يمين وبعدين تطلع السلم ده بقى تنطيط هنا. اوكي نطلع كده. الاوبي ده لو وقعت مفيش مشكله يا جماعه، مش بتخسر حاجه عادي يعني. مش بتخسر فلوس ولا بتخسر اي حاجه. تمام. فلما بتخلص الاوبي هيديك 10 تيكت. تمام. دلوقتي هدخل على اللعبه التانية. انا دلوقتي بقى معايا 13 تيكت، فانا عايزه كمان يبقى معايا 20 تيكت. فلازم مش يبقى معاك 20 بالظبط، لازم يبقى معاك 20 وشويه يعني. ما تخليش يبقى هنا بيطلب طلبات. يعني هو طلب مني دلوقتي حاجه، انا مش عارفه هو طلب ايه بالظبط. طلب حاجه كده، ايوه، ان هو ينظف، فانا جبت له دي. تمام. الحاجه التانية دي ما فهمتهاش بصراحه، يعني ما عرفتش اجيب له ايه بصراحه. يعني هو طلب حاجه زي الميوزك، انا دوست على السماعات والله ما جاتش معايا، فما اعرفش يعني هي السماعات، بس انا لما دوست عليها ما جاتش معايا يعني ما رضتش تداس اهي السماعات. قعدت ادوس عليها ما جاتش معايا، فمش عارفه رحت اديت له دي فغلط. كانت غلط بصراحه. فرحت الطلب التالت كان هو عايز حاجه كده حلوه تبقى عنده في المحل، فاديته الورد ده. تمام كده صح. بس انا كده كسبت 3 وخسرت 2، وده اثر معايا يعني خلاني اضطريت ادخل باكونت تاني بعد كده عشان اوريكم ازاي تجيبوا الشعر. خلصنا كده. تمام. انا بقى معايا 15. انا لسه محتاجه كام كده؟ محتاجه 5 تاني. اكتر كمان من 5 لان انا لما هديها ال20 انا لازم يبقى معايا فلوس زياده عشان العب اللعبه عشان اقدر اجيب الشعر. تمام. فخلي بالكم يا جماعه من ان انتوا تصرفوا في حاجات ملهاش لازمه، لان التيكت ده كل يوم يعني كل 24 ساعه بتتجدد الالعاب. مش هتقدر تلعب الالعاب دي تاني لو انت ما يعني ضيعت الفلوس. هتضطر تستنى 24 ساعه. هو طلب هنا مجوهرات اهو ويدنج، فهو كان عايز مجوهرات. فهنا كان عايز كافيه قهوه يعني. اوكي اديته القهوه اهي. تمام. خدت 5 كده بقى معايا 19. انا محتاجه واحد يعني محتاجه تاني، فلعبته هو تاني عشان خاطر اخد الحاجات دي. فطبعا عملت الطلبات بتاعته وحاجات زي كده.
خلصت الطلبات بتاعته بقى معايا 23، فعملت الابجريد التاني، يعني انا اوصل لليفل 3 كده اتفتح معايا الشعر. شايفين طالب مني 30 تيكت 30 تيكت، فهروح العب الاوبي مرتين فهيبقى معايا 20. وهلعب كمان اللعبه بتاعت التسلق دي اللي هي التسلق اللي فوق دي، التسلق دي بتديك 5 كده، يبقى معايا كام؟ يبقى معايا يعني 20 و10 وكده، يبقى معايا فلوس الشعر اهو، بقى معايا 31 فجبتها. نطلع كده والشعر اهو. هو انت ممكن تجيب الطاقية كمان، خلي بالك في طاقية ليميتد بس انت لازم تجمع لها فلوس. ادي كده خدت الشعر يا جماعة. الطريقة سهلة والله، بس اهم حاجة ان انت ما تضيعش التيكتات بتاعتك وتخسر في الالعاب، لانك لو خسرت خلاص هتضطر تستنى تاني يوم عشان تقدر تاخد تيكتات جديدة. وبكده يا جماعة ينتهي الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوناش بلايكاتكم واشتراكاتكم الجميل عشان يوصلكم كل جديد، ويلا لكم سلام.